قبل ما نبداو بغيت نقول صحاب فيسبوك شكرا بزاف على 7000 متابع. العقبه اليوتيوب ان شاء الله. وهذه المناسبه السعيده جبت لكم التحفه بلا ما نطول عليكم. قيس ديك لايك ويلا نعصروا دماغنا. الفيلم كيبدا بفكره هرب من البوليس، لكن غير كسري تعيش فراني تموت. تفافى شويه ما يجيبها في الزلافه، تقلبات به الطوموبيل، عاونوه الناس يخرج منها. شاف البوليس قاصدينه كمل على رجليه. وصلوا البوليس لقاوه غبال، طلعوا في الطوموبيل وديماراو. وصلوا قدام واحد الفيلا وسولوا الاساس باش فيت واحد خينا دايز من هنا. قال لهم الاساس لا شاف كنت في الطواليت، ولكن متاكد بلي ما داز حتى واحد. سولوه ولكن باش عرفتي؟ قال لهم كون داز كون بيح عليه هاد الكلب. تيقوا رجعوا في حالتهم. يلاه داروا دوميتور، ثلاثه دخلنا قدامهم. قالت لهم عتقوني واحد خونا تهجم عليا واش نلقى على راجلي. طاروا للدار لقاو فكره مدهشر وحتى الجداد راجل ختنا. بدا خونا كيحلف بلي ماشي هو اللي صفا عليه، ولكن والو اصلا كنهرب منهم. شدوه اتصل بالمحقق ديف في البلاصه، وصل عين المكان، دخل ضرب دويره تما وهو كيحاول يلقى شي دليل. سمع واحد جوج بوليسيين كيهضروا على فكره، وهنا غنعرفوا بلي خونا مشهور وعنده الجنسيه الانجليزيه وجا الهند باش ينشر روايه جديده. ولكن من نظرو المكعور طاحوا عليه جوج تهم. التهمه الاولى قتل مرته، والثانيه قتل شيخار. ناضيف قال واحد فين وصلتو؟ قال لي هاد الطبله مهرسه وفيها الدم، وصيفطنا عينات للمعمل الجنائي. قال لي يدي في الضربه اللي في راسو ماشي ديال الطابله، طل تحت واحد اللعيبه جبدناها واحد الباص فيه الدم. قال هذه هي اداه الجريمه. شاف شبكه الزبل لقاها خاويه، قلب على وحده اخرى لقى فيها شي تصاور محروقين، وغيبان بلي خونا دماغ وعارف اش كيدير. الصباح مشى عند الرئيس ديالو قال لي فين وصلتو؟ جاوبوا المحقق السيمانه غنعرفوا القاتل. جاوبوا الرئيس شنو هو سيمانه السيد راه عنده الجنسيه الانجليزيه وسي عليها مشهور، ما نقدروش نشدوه اكثر من 3 ايام بلا دليل. 3 ايام اللي عندك يا تثبت بانه هو القاتل يا طلق الزمر، ما قادين على مشاكل. موراها تحرك عند فكره قال لي اهلا سعاده الكاتب، سمعت بلي راك كاتب مشهور، كنتمنى ما تعذبناش في التحقيق حيت ما عندناش الوقت. اللي ما بغيتش تفهم ليا علاش وصلت بيه البوليس تبلغ بموت مرتك وهربتي منهم. موراها مشيتي قتلتي المحامي. عجبك ديك الجنسيه اللي عندك؟ من هاد الشيء كامل بغيتك تقول لي علاش قتلتي مرتك، وبلاش من ديك القصيده ديال لا ماشي انا اللي قتلتها والبكا والشكا. قال لي خونا غير البارح كنا محتفلين حيت قربنا نشرو كتاب جديد. قطعوا المحقق مرتك هي رئيسه التنفيذيه الشركه اللي كتنشر لك ياك؟ ولكن علاش جيتو من الانجليز حتى هنا باش تنشروا الكتاب؟ نشروه تما وغيوصلنا لهنا. علاش معذبها وهي مريضه؟ قال لي فكره من صغرها وهي مريضه بالقلب، ما كنتش باغي هادشي معايا، ولكن هي بقات كتضغط عليا حتى وافقت. البارح رجعت من الخدمه ما لقيتهاش في الدار، بقيت كنقلب عليها، دخلت للبيت لقيتها ميته كتحاسب. قال لي المحقق موراها اتصلتي بالبوليس، ولكن علاش هربتي منهم؟ جاوبوا فكره حيت واحد البوليسي قال لي مشيتي فيها نوض يلاه معانا. قال لي علاش ياك انا اتصلت بكم؟ جاوب البوليسي هي هذيك راه في راسي، ولكن انت ما فراسكش بلي اكثريه الازواج كيقتلوا عيالاتهم، وهذا الشيء كيعني بلي ممكن تكون انت منهم. قال لي فكره واخا ندخل الطواليت. جاوب البوليسي خذ راحتك، ولكن راك مشيتي فيها. دخل خونا. بقاو البوليس مده كيتسناو، طل واحد ما لقاش. قال لي المحقق بداك الهروب ديالك غير جدي نحل على راسك، ما علينا. وعلاش قتلتي شيخار؟ شكون هاد شيخار؟ اش ودي بينو بينو باش نقتلو. فاش تقلبات بيا الطوموبيل بيدها في كرشي، وحيد ما نقدرش نمشي للسبيطار قررت نطلب مساعده من شي حد. دخلت لواحد الفيلا ولقيت ميرا كتلح شي حاجه سلات الزبل. طلبت منها تعاوني ولكن خافت مني وبغات تهرب. بقى كيطلب فيها وقال لها بغيت غير مكالمه ونمشي بحالي. بقى فيها قالت لي تسنى نجيب لك التليفون. دورت عيني في طابله مهرسه. فاش خرجت من البيت مدات ليه التليفون، قالت ليه هضر دغيا وسير بحالك حيت يقدر راجلي يوصل في اي لحظه. شاف عنقها مضروب غطاتو ودات راسها كتشوف في التلفازه. في هاد اللحظه شافت في الاخبار بلي خونا مصفيها لمرتو وهرب من البوليس. اختنا ضربها الضو، دارت عنده قالت لي خرج عليا من داري. هو كيحاول يشرح لها بلي ماشي هو اللي قتلها وبلي ما هربش من البوليس. حاولت تخطف منه تليفونها، طاح في الارض وتهرس. هزات عليه موس وقالت لي خرج عليا. في نفس الوقت سمعوا الدقان في الباب، بدا كيحلف لها بلي ماشي هو اللي قتل مرتو. قالت ليه تخبى هنا. فاش حلات لقاتها الخدامه ديالها، صيفطتها اختنا بحالها وسدات الباب. قال لي المحقق كان عليها تهرب وتسد عليك، علاش سدات عليكم الباب؟ قال لي فكره ملي دخلت لتما حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك. سول المحقق بحالاش؟ جاوبو خونا طبله مهرسه، وهي فاش دخلت للبيت تجيب التليفون سدات عليها، وفاش خرجت سداتو عاوتاني من برا وواحد التسارد في جيبها. قال لي المحقق يقدر تكون مخبيه الجوطه راجلها تما. نقص خونا. قال لي داكشي اللي بغيت نقول لك. قال لي المحقق انت مصفيها لمرتك وكتهم وحده بلي هي اللي قتلت راجلها. فهاد اللحظه دخل عليهم واحد البوليسي قال لي وصلت ميرا، وهاد ميرا هي اللي كنهضروا عليها من الصباح. نزل عندها المحقق في طريقو سول داك البوليسي شكون مشى عند فكره. قال لي واحد انا الشاف. اها وشنو قلتوا ليه؟ قلنا ليه مشيتي فيها حتى حد ما غيعقل عليك. جابوا وحاجه اخرى، واحد البنت مؤخرا صفاتها راسها. اكتشفنا بلي كان عندهم فكره في الدار وبلي كتب قصتها في كتاب اللي غينشر، ولكن هاد الايام تسربت سميتها للصحافه
وما قدرش تصبر وصفاتها لراسها. والوالد ديالها ديكلارا بلي فكرام اللي سرب سميتها. موراها دخل على ميرا اعتذر منها حيت عيطوا ليها واخا يلاه ودع راجلها. قالت لي واخا نشوف راجلي جاوبها حتى خرج من التشريح. قالت لهم فكرام اللي صفاها ليه. جاوبها مازال ما متاكدين ولكن علاش كتهمي فكرام اش بينو وبين راجلك باش يصفيها ليه. قالت لي عندك الحق ما بيناتهم والو ولكن ملي قدر يصفيها لمرتو غيصفيها لاي واحد. قال له ما علينا عاودي لينا شوقه. قالت لي البارح كنت بوحدي في الدار كتسنى في راجل يرجع من الخدمه شويه سمعت الدقان فاش مشيت حليت ما لقيت حتى حد. فاش بغيت نسد الباب طار عليا وسد ليا فمي وقال لها شحال نتوما في الدار. قالت ليه بوحدي. تبعها وهزا التليفون بغا تدخل بيتها تسد عليها شد الباب ودخل عليها حاول يحيد لها التليفون طاح ليه تهرس هزت عليه موت كتهددو به طيروا ليها. في هاد اللحظه سمعوا الدقان قالت لها حلي وتعاملي بحال الا ما وقع والو. حلات لقات الخدامه ديالها وهي تصدرها هز عليها موس وقال لها شدي الارض. فاش شافت الاخبار بلي خونا مطلوب من البوليس وهو واقف مصدوم من الاخبار هربت ليه. تبعها جدها وسد ليها فمها قاطعها شواط في الكوميساريه. خرج المحقق يشوف اش وقع قالوا ليه الوالد البنت اللي صفاتها راسها. خدا ليه خونا قهوه وغلس حداه قال لي فاش ديكلاريت الفكره بعد ما تسوق ليا ولكن دابا فاش بغيتو حاجتكم صيفطوا ليا هانيه اصلا كتجا في الرجال. المهم فكره جا عندنا للدار وقال لنا بغى يكتب القصه بنتي في كتابه باش يلقي الاضواء على قضيه في بلادنا وعدنا بلي ما غيذكر حتى معلومه شخصيه. موراها كلشي ساق الخبار وتصويرتها في كل بلاصه. حاولنا نهضروا معاه ونعرفوا واش هو اللي قال سميتها ولكن ما عطاناش وقت وما تسوقش لينا بدي ما قدرش تصبر على داك الضغط وهضرات الناس وصفاتها راسها. المحقق ديف بقات فيه البنت بزاف في الليل غيكون مع المساعد ديالو. قال لي المساعد ديالو انا شاك في كرام. جابوا المحقق ما عندنا حتى دليل انا شاك بلي كاين طرف ثالث في هذه القضيه الا وصلنا ليه غنفكوها. قال لي كيفاش غنوصلوا ليه في يومين. قال لي خونا ويكون خير يكون خير غد ليه غيكون مع في جاي. قال لي البارح ما كنتش مسالي تقدر تكمل ليا دابا. قال لي خونا مورا ما شديتها عاودت ليها قصتي وبقيت فيها شافت الدم في جنبي مشات تجيب لي الدواء بغات تداويني وانا ما بغيتش درت ليها خاطرها واحد شويه حسيت بها بحال بغات نلعبوا على بالخفه نطبعت منها ومشيت قدام التلفازه. قالت لي نجيب لك شاشه تشربها. قلت لها شي كاس الماء اللي جات على خاطرك. مشات وجابت لي معاها الشامبانيا. قال لي الضابط حبس ستوب فيكس ومشى عند ميرا. قال لي كصبحتي مزيان كنت باغي نجيب لك معايا شي حاجه تشربيها ولكن ما عندناش الشامبانيا. اختنا سمعت هذا الشيء لونها تخطف. قلت لها اش بغيتي تقول. جاوبها لقينا جوج قرايد الشامبانيا وعليها البصمه ديال كنتي وفكرام. كيفاش واحد هشم عليك في دارك وهز عليك موس شربتي معاه الشامبانيا. قالت لي شربت معاه بزز مني. فاش جدني وطلع لي الفوق بدا كيقلب في الوراق د راجلي سولني واش كاين شي خزان عند راجلك. قلت ليه لا. قلت ليه واخا نمشي نشرب. قال لها سير وما تعطليش. وصلت قدام واحد البلاكار هزت واحد البيل خباتو في حوايجها دارت لقاتو واقف عليها. قالت لي كنت باغي نجيب لك معايا الشامبانيا. خوات ليه كاس وخوات لراسها كاس. موراها قال لها جيب لي شي بوماده صفرا وفاصمه. فاش جبتهم قالت لي بغيت ندخل الطواليت. قال لها خلي الباب محلول. دخلت جبدت داك البيل وبدات كتسيني بيه على العساس ولكن ما شافهاش. خونا بانت ليه تعطلات دخل عليها تلاقى معاه في الدخله شاف داك الشي ناشف وضربها ليها بقجه. وهنا قطعوا في كرام قال لي كذاب الشاب كنت معاها محترم. قال لك كنتي محترم كاع ما يوقع هادشي كامل. قال لي خونا غير مع الصدمه موت مرتي ما كنتش عارف اش كندير. فاش بقينا كنشربوا تفكرت مرتي وبديت كنبكي. قالت لي سعداتها كون غير كان راجل كيبغيني كيف ما انت كتبغي مرتك. بدلت الموضوع مال هاد الطبله مهرسه. قالت لي تهرست بالغلط. فاش قربت لقيت واحد البزرام تحتها طيرات ليا وقالت لي ديال شي خار ديما كينساه وتاكدت بلي شي حاجه ماشي هي هذيك. شاف المحقق هي انت قتلتي مرتك وهي قتلت راجلها وبغات تلفقها ليك. عالي خونا قال لي قلت لك ما قتلتهاش وملي دخلت لديك الدار كنقول شي في شكل. هزت الباب الساروت والطبله مهرسه وبزنام طايح. قال لي المحقق ما دهز صوتك على المخزن ورجع الباس قبل ما ندير فيك شرايدي. قال لي خونا واخا ولكن انا متاكد بلي شي خار كان في الدار قبل ما نوصل عكس ما قالت ميرا. جاب المحقق الاساسات الفيلا سولهم نهار الحديد ما رجع شي خال لدارو. الاول قال لي مع 7:30 العشيه. موراها مشيت بحالي. سولوا المحقق واش خرج موراها. جاوبوا الاساس الاخر بديت الخدمه مع 8 د الليل وما شفتوش خرج. في هاد اللحظه دخل عليه واحد البوليسي قال لي تقريد الوفاه توصل للشاف. المحقق يقرا فيه دار البوليسي عند الاساسه كيغوت عليهم حيت صباتهم عامرين بالغيس. قال لي محقق سكتنا. موراها مشى عند ميرا قال لي راجلك رجع للدار مع 7. قالت ليه مع 12 د الليل ولقى فكره مقجني بداو كيتشاموا التقاشر. طليت من شرجم بانت لي طوموبيلتكم. فاش وصلنا لقيناها صفاها ليه. قال لي الاحساس قال لي رجع مع 7:30. قالت ليه بصح خدا شي حوايج وخرج في البلاصه. جابها المحقق بركه من الكذوب. تقري كيقول بلي راجلك مات مع 8:30 والاحساس كيقول بلي رجع مع 7:30. قال لها كاع الادله ضدك بنيتي وخرج لبرا وهو كيفكر. جا واحد البوليسي قال لي واحد جوج بغاو يشوفوك.
دخل قالوا لي كنا كنحتفلوا بذكرى زواجنا، حتى شفنا فكرام كيتخاصم مع مرتو وجبدوا ليه الفيديو. طالب محقق عند فكرام قالوا لي بلي اكثر معجبين ديالك من النساء، وهادشي كيجبد لك صداع ومشاكل مع مرتك. قال لي خونا بالعكس انا وياها سامنون على عسل. جبت ليه المحقق الفيديو، خونا ضربوا الضوء. قال لي هادشي كان 3 ايام قبل الواقعه. قال لي بديتو المضاربه في داك النهار، موراها يومين صفيتها ليا. قال لي خونا لا هادشي ما منوش، تخاصمنا حيت هي اللي سربت تسميه البنت للصحافه باش تخلق جدل، باش ملي نطبعوا الكتاب يحقق مبيعات بزاف. وانا قلت لها حشومه عليك تضمري حياه بنت بسبب 2 دريال، واصلا ما غنشريش الكتاب. قالت لي شفتك نسيتي راسك، راك وقعتي معانا كونطرا وانا اللي وصلتك لهذا المقام، وكيف ما وصلتك قادره نطيحك. صافي وافقت على الكتاب، ومع كنت كنبغيها ما قدرتش نبلغ البوليس. وبدا كيبكي، خلاه المحقق ومشى للطواليت وهو كيفكر في هذه الحريره. دق عليه واحد البوليسي، التقرير ديال مرض فيكرام خرج الشاف، سبب الوفاه نوبه قلبيه، والتقرير شيخار خاصك تحضر ليه. فاش وصل المعمل الجنائي قال ليه الطبيب اللي تما اللي صفاه لشيخار طويل ماشي قصير، حيت الضربه جاتو وهو واقف. وداروا تجربه واكتشفوا بلي القاتل قد شيخار في الطول ولا كبر منه. هادشي كيعني مستحيل تكون مرتو اللي قتلاتو. خداو فكرة من الحبس، والكوميسير قال لهم قربت تبان الحقيقه. حاليا تهم على فكرة بالتجارب اللي درنا، وخونا في الحبس ربي اللي عالم به. وصلنا نهار الثالث وغنشوفوا هذا المصور كيمد شي تصاور للمحقق. فاش شافهم تصدم، في البلاصه جابوها تنضيدرات، وغنعرفوا بلي صاحب الشيخار وتا هو محامي. دخل عليه المحقق، بدا عليه خونا واش ما كتعرفش راسكم مع من اعتقلت محامي بلا دليل؟ هذه هي الاخرى لكم. جبت لي المحقق دوك التصاور وهو يتكمش. المحتوى ديال التصاور هو خونا مع ميرا في وضعيه ماشي هما هادو. قال لي خونا عاود لينا شوقا نهار الجريمه. قال لي كنت مع ميرا في الدار، دخل علينا شيخار دفن وجبد ليها التصاور. موراها خرجت موراه، ولكن بالي مشطون مع ميرا شحال من مره. فاش ما جاوباتنيش قررت نرجع للدار، ولكن ما بغاتش تدخلني، وبدات كتدخل وتخرج في الهضره وسدت الباب في وجهي. موراها طار عند ميرا، علاش ما دخلتيش نضيدرات؟ حيت كان فكرام هز عليا سلاح. مشى المحقق عند فكرام لقاه مدمر وحالته حاله. قال لي فكرام صافي عيد ما نبرر لكم، تقاد عليا الجد. ولكن قال لي المحقق كمل ليا، بغيت نعرف الكماله. قال لي كنت غادي بحالي سمعنا الدقان. قالت لي يا راجلي وصل، دخل واحد النضيدرات نفس الطول ديالي. قالت لي هذا راجلي المحامي غيعاونك في القضيه ديالك. قبل ما نكملوا الفيديو، شكون في نظركم القاتل؟ واش فكرام ولا نضيدرات ولا ميرا ولا كاين طرف اخر في القضيه؟ ديروا بوز وجاوبوا في الكومونتيرات. داكشي ديال المحقق كرومبو. المهم دخل ودورت عيني، شفت تصاور دميرة مع راجلها، ما كانش نضيدرات. ما جيت نستوعب تا جاو فيا راس غيبوني. فاش فقت لقيت الفاز في يدي وشي خطي حدايا دوده، وانتم تدخلوا عليا. موراها غتشوفوا المحقق مع المساعد ديالو. قال لي حرط ما بقيت عارف شكون كيقول الحقيقه. قال لي المساعد ديالو كلشي كيقول شي خارجه مع 7:30. وفكرة ما دخلت الجوع 12 د الليل. بدا خونا كيمسح في صباطو، وتفكر البوليس اللي غوت على العساسه وهي دير لي فراسو طار البلاصه فين حاطين حوايج الشيخار. سولهم مع الصباط شتا داك النهار. قالت لي وحده جوه هذيك 11 د الليل الشاف. سولو مساعد علاش باغي توصل؟ قال لي خونا ميرا قال توصل مع 12 د الليل، والعساس قال مع 7:30، وشتا الصباط مع 11. جبد الصباط ولقاه ناشف. هادشي كيعني بلي دخل الدار قبل 11 د الليل كيف ما قال الاساس وفكرام. يعني ميرا كتكذب، وهي ونضيدرات اللي صفاوها لشيخار صيفطهم للحبس. ومشى عند فكرام قال ليه تبدا التهمه على ميرا ونضيدرات. قال لي مرتك ماتت بسبب نوبه قلبيه. بدا خونا كيبكي، صبر المحقق. قال لي تسنى نكمل شي وراق باش تخرج. نطق خونا انا اللي صفيتها لمرتي. المحقق تصدم، كمل خونا هضرته حيت عارفها مريضه وخليتها بوحدها. قال لي المحقق ما تلومش راسك، حتى انا فاش كنت صغير خليت خويا صغير كيلعب قدام الدار، غفلت عليه شويه، جات فيه طوموبيل صيفطاتو الاخرى، بقيت عامين وانا كنلوم في راسي. قال لي خويا راسك شكرو خونا. موراها حرق مرتو كيف ما كيديروا في الطقوس ديالهم. في الليل غيكون المحقق في دارو كيقرا في كتابو، وبدات مرتو كتهضر معاه على شي فيلم تفرجوا فيه. تا خونا كيفكر. موراها طال المعمل الجنائي، قال الطبيب ياك ما تكون ماتت بسبب جرعه زائده من الدواء ديالها. قال لي الطبيب لا، ها انت شوف شرات الدواء نهار الفلاني وخدات القده والقده، يعني الدواء لها كيتمشى بانتظام. بغا خونا يجلس وهي دخل يلقى الدواء بالغلط. بدا كيسمع فيه ولاحظ واحد الكبسوله محلوله شويه. فاش فكها قال طيب هاد الكميه ديال 5 د الحبات، وهاد الشيء نيت اللي دار خونا جاب 5 د القراعي، كل حبه كيدير فيها كميه 5 د الحبات. سنت خونا هاد الشيء عفطا وحده للمطار. في طريقه اتصل بفكرام قال لي تفرشت يا وليدي انت اللي صفيتيها لمرتك. جابو خونا صباح الخير، يا قلت لك انا اللي صفيتها ليها وقلت لي ما تلومش راسك. اكيد كتسال علاش قتلتها. ببساطه فاش عرفتني سربت سميت البنت للصحافه ما بغاتش تنشر الكتاب وهددتني بلي غتفضحني. فاش صفيتها ليها صونيت عليكم، اكتشفت بلي ديكلارات بيا والشيخ اللي شاد القضيه. والكمالي كنعاودها لك ميرا. سول المحقق كيفاش البلان د الصباط. قال لي هذه سهله، تبادلنا الصبابط. وانا اللي حرقت تصاور ميرا ونضيدرات،
ولحتهم في السله. قال لي المحقق فينك دابا؟ قال لي خونا في الطياره، غيخصك دليل قوي باش تخلي الحكومه الانجليزيه تشدني، والدليل انت اللي عاونتيني نخفيه، عطيتيني فرصه باش نحرق مرتي. شكرا لك بزاف وما تلومش راسك. واخا وصل المحقق لقى الطياره طارت تا هنا غسل الفيديو ديال اليوم. شكرا بزاف مره اخرى لاصحاب فيسبوك على 7000 متابع. رمضانكم مبارك. الى عجبك الفيديو دخل ضرب دويره في القناه، اكيد غتلقى بزاف د الفيديوهات غيعجبوك. ما تنساش دير جيم وكومونتير، ما تنساش دير جيم وشي كومونتير متابع باش نوصل 10000 متابع. كان معكم سر اسيا، يلا سير تنعيطوا عليك.